كانت رحلة ارتاح لها الزائرون، قصدوها من كل مكان ليسمعوا قصة ما جرى بين بغداد وعمان والقدس، لراو عرفته اللوحة والألوان منذ جيل الرواد في العراق. إبراهيم العبدلي ومعرضه الذي أقامه بقاعة رؤى للفنون بعمان وسط حضور تميز بتنوعه من فنانين ومثقفين ومبدعين. يعني المعرض اللي حمل عنوان يعني بين بغداد وعمان والقدس، هذه المفاهيم وهذه المدن الثلاثة العريقة، كيف جسدتها حضرتك في هذا المعرض؟ أول لو تتبع اللوحات اللي موجودة هي تتضمن مواضيع عن بغداد وعمان والقدس، فهذه يعني فلذلك حمل المعرض عنوان، هذا العنوان بين بغداد وعمان والقدس. واللوحة اللي أمامنا الآن هي عن عمان، لوحة تمثل حصان واقف على ربوة ويطل على عمان، وشوفها من بدايتها إلى نهايتها، تشكل بانوراما، يعني ابتداء من المعروف اللي يعرفوه الأردن، السارية العالية وجبل القلعة والبلد المعالم اللي معروفة لعمان. نعم، هذه لربما تعد هذه اللوحة هي اللي تجسد عمان اللي هي واحدة من المدن المذكورة بعنوان المعرض. بماذا تجسدت بغداد؟ أول ما جسد بغداد في حالتنا الآن تشوف بايسيكل، أنا عادة أنطي الموضوع بدون دم وقتل، العنف ما أخليه في لوحتي، لكن ممكن مشهد تعبيري بشكل يقبل الناظر، لكن أكو ما وراء السطر. الآن احنا في معرض الفنان إبراهيم العبدلي، كيف وجدت المعرض؟ الفنان إبراهيم العبدلي غني عن التعريف، فنان عراقي أصيل، والمعرض يعني شيء مفخرة للعراقيين، والجميع معجبين يعني، والحضور كويس كثير، أشياء من الصميم اللي المرسومة يعني. حضرتك اختاريتي هذا المكان انه تكون الباك جراوند لوحة للفنانة هند. ويذكرني بالشاي العراقي والاستكانات، واللي دا تقدم الشاي كمان صديقة عزيزة يعني، كثير كثير يعني حلوة هذه اللوحة. برغم أن اللوحات تناولت مواضيع مختلفة تنقلت بين رسم الشخصيات ومواضيع تحاكي مدنا عريقة كانت لبغداد الصدارة فيها، إلا أن الأسلوب لم يخرج كثيرا عن الواقعية الرمزية. الآن احنا بين بغداد وعمان والقدس لمعرض إبراهيم العبدلي، كيف وجدت المعرض؟ الحقيقة الفنان الأستاذ إبراهيم العبدلي يتكى على مهارته الأكاديمية في محاولة إيصال المضمون الذي يحاول أن يبثه إلى المشاهد من خلال لوحاته. فنشاهد على الرغم من أن هناك 3 عواصم أو 3 مدن كتسمية للمعرض، إلى أن الرابط هو واحد في العروبة أو في الذكريات أو في الألفة الموجودة بين هذه العواصم. يستنجد في أعماله من بعض الشخصيات المهمة في تاريخ العراق المعاصر الحديث، بعض الفنانة ليلى عطار اللي هي الآن لوحتها بجانبي، وأيضا بعض المشاهد من مرحلة ما بعد الحرب لنشاهدها، ويستعين أيضا لوازم يومية حياتية يومية مثل الدراجة أو ممكن تكون هناك سيارة. الحقيقة الأستاذ إبراهيم العبدلي يعتبر من الفنانين الرواد في العراق، فهو من أهم الفنانين العراقيين، وبشرف مركز رؤى الفنون أنه يعمل له هذا المعرض. لوحاته فيها حميمية كثير كبيرة وفيها عاطفة كثير كبيرة. لما برسم البورتريت بيعكس شخصية الإنسان اللي برسمه وانفعالاته. لما برسم المكان برضه بيعكس حميمية المكان، يعني رسم القدس ونابلس وبغداد بألوان البنيات دلالة على القدم، إنه بتذكرها من الذاكرة زمان. يتميز فنه بالأكاديمي يعني، والحس اللون، ويعبر تعبير نابع من الداخل، وخاصة بلوحاته ونظافة لونه بالضبط، وتحس يعني شامل بالنسبة للوحات، يعني من صور شخصيات، من منظر طبيعي، من منظر طبيعي إلى تعبير حسي للطبيعة.
النخيل والحمام وكثير من التفاصيل تناولها الفنان لنقل واقع يمثل هوية العراق، ولعل التشخيص لهذه الدرجة من الوضوح بحد ذاته مدعاة للتأمل. رحلة طويلة من بغداد إلى عمان إلى القدس قدنا فيها الأستاذ إبراهيم العبدلي من خلال لوحاته في هذا المعرض، وقد تناول تفاصيل دقيقة تحكي عن تلك المدن. دراسات عمان الأسبوعية، حيدر المحرابي.